بما انها الذكرى الثامنه على رحيل العالم المصري الكبير الدكتور احمد زويل، وبمناسبه المقال اللي كتبه الاستاذ فاروق جويده في جريده الاهرام اول الشهر ده بعنوان هل نسينا زويل، حابب اكد للاستاذ فاروق جويده اننا كعلماء ما نسيناش الدكتور زويل، وفي الذكرى دي بهدي احدث انجازاتي البحثيه لروحه. بالكلمات دي بدا الدكتور محمد ثروت حسن استاذ بحوث الاتوثانيه في جامعه اريزونا بالولايات المتحده كلامه مع جريده الاهرام، واتكلم عن بحثه الاخير اللي اتنشر من يومين في الدوريه العلميه ساينس ادفانسز، وعن اختراعه للاتو مايكروسكوب. والميكروسكوب المتطور ده بيعتمد على نبضات ليزر قصيره جدا علشان يقدر يرصد حركه الالكترونات في وقت بيتم قياسه بالاتو ثانيه، والاتو ثانيه دي اللي هي 1 على مليار من المليار من الثانيه. والابتكار ده الدكتور محمد ثروت سجله كبراءه اختراع سنه 2021، ونجح مؤخرا انه يثبت فعاليته لاول مره بتصوير حركه الالكترونات في الزمن الفعلي. والاختراع ده حقيقي قادر يغير كل حاجه حوالينا في كل المجالات، من طب تكنولوجيا لحتى نظرتنا للحياه والمواد اللي حوالينا بشكل عام. والنهارده هنشرح ايه هو الاختراع ده وايه اهميته وايه الفرق ما بينه وبين اختراع الفيمتو ثانيه للعالم احمد زويل. وبالمناسبه هدفي من الحلقه دي اني اظهر وابين النماذج المشرفه لبلدي والوطن العربي، واعرف الناس بانجازاتهم علشان يكونوا قدوه ومصدر الهام للجيل الحالي والمستقبلي. وطبعا الكلام ده جاي من دوري كصانع محتوى وشخص زيكم نفسه الاعلام يكون موجه لرقي المجتمع ونشر الايجابيات وتسليط الضوء على العلم النافع. وانت كمان اتمنى تساهم معايا في نشر الحلقه لاكبر عدد ممكن علشان كل الناس تعرف ان زي ما عندنا مشاهير وفنانين ولاعيبه كوره، برضو عندنا علماء وباحثين بيكرسوا علمهم ومجهودهم كل يوم في خدمه وارتقاء البشريه. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد ويلا بينا. خلينا نتفق ان حركه الالكترونات بتحمل سر من اسرار الحياه، وده بسبب الدور الكبير اللي بتلعبه الالكترونات في كل حاجه بتحصل حوالينا على مستوى الذرات والجزيئات. فهنلاقي الالكترونات بتتحرك حوالين نواه الذره، وهي المسؤوله على كل التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل ما بين الذرات. التفاعلات دي هي الاساس في كل العمليات اللي بتحصل في جسمنا وتقريبا في كل حاجه حوالينا. يعني مثلا كل العمليات الحيويه زي انتاج الطاقه في جسمنا، نقل الاشارات العصبيه، وحتى الهضم، كل ده بيعتمد على حركه الالكترونات وتبادلها ما بين الذرات. ومن غير حركه الالكترونات التفاعلات الكيميائيه دي ما كانتش هتحصل، وبالتالي الحياه والبيئه اللي احنا نعرفها مش هتبقى موجوده من الاساس. يعني على سبيل المثال عمليه زي عمليه التنفس الخلوي اللي بيتم فيها تحويل الاكل لطاقه نقدر نستخدمها كبني ادمين، فهنلاقي ان الالكترونات بتلعب دور مهم في نقل الطاقه جوه الخلايا في جسمنا، وبرضه ليها دور اساسي في نقل الاشارات العصبيه اللي بتخلينا نقدر نحرك عضلاتنا او نحس باي حاجه. وكل ده ناتج عن حركه الالكترونات في جسمنا. ومش بس كده، لك ان تتخيل ان انت دلوقتي شايفني بفضل حركه الالكترونات، لان ببساطه الضوء لما بيسقط على الحاجه اللي انت بتبص عليها وبينعكس فوتوناته على عينيك، والفوتونات دي بتحفز خلايا حساسه للضوء في شبكه عينيك، فبيحصل توليد اشارات كهربائيه بتتنقل عن طريق العصب البصري للمخ، وهناك بيتم تفسير الاشارات وتحويلها للصوره اللي انت شايفها دلوقتي. وبنفس الطريقه بيتم توليد الطاقه الشمسيه، وده بيحصل لما برضو الفوتونات اللي موجوده في اشعه الشمس بتيجي على الخلايا الشمسيه. فلما ده بيحصل بيتسبب في حركه الالكترونات جوه الخلايا، وبينتج عن الحركه دي طاقه كهربائيه. فالالكترونات دي مش بس موجوده في جسم الانسان، لكن موجوده في كل حاجه حوالينا. يعني ببساطه نقدر نقول ان من غير حركه الالكترونات ما كانش هيبقى فيه عندنا اي تفاعل، وبالتالي ما كانش هيبقى فيه حياه. وللسبب ده علماء كتير على مدار السنين اللي فاتوا اهتموا بمراقبه حركتها بشكل كبير. ومن مصر خرج عالمين قدموا ثوره وانجاز غير مسبوق في المجال ده، وانجازاتهم اتسجلت في التاريخ، وطبعا هيتبني على النجاح ده تطبيقات كتير في العالم الحديث. بدايه من الدكتور احمد زويل مخترع ميكروسكوب الفيمتو ثانيه، ودلوقتي الدكتور محمد ثروت حسن اللي كمل المسيره واخدها الخطوه ابعد. وعلشان يوصل الدكتور محمد ثروت الانجاز ده عدى بمحطات كتير. في سنه 2016 بدا يشتغل على تطوير تقنيه الليزر بسرعه الاتو ثانيه، واللي نجحت بالفعل على التاثير في حركه الالكترون وتصويره. وبعد كده في سنه 2023 دكتور ثروت نشر بحث جديد عن التحويل الضوئي متناهي السرعه، واللي بيسلط فيه الليزر على ماده السيليكا العازله للكهرباء ويحولها لماده موصله للكهرباء. وده طبعا بيحصل من خلال التاثير على طبيعه الالكترونات اللي موجوده جوه المواد. واخيرا جه بحثه الحالي اللي قدر من خلاله على تصوير حركه الالكترونات ما بين ذرات الكربون في ماده الجرافين بزمن 625
اتو ثانيه. وعلى فكره السرعه دي تعتبر اكبر 1000 مره من التقنيات السابقه زي الفيمتو ثانيه. وفي البحث ده قدر يحدد سرعه ومكان الالكترون بدقه عاليه جدا ما كانوش قادرين يوصلوا لها قبل كده، وده في حد ذاته نقدر نقول عليه معجزه، لانه في مبدا في علم الفيزياء للعالم الالماني فيرنر هايزنبرج بيسمى مبدا عدم اليقين، وده اهم مبادئ نظريه الكم. وهايزنبرج بيقول فيه انه من المستحيل تحديد مكان وسرعه الالكترون في نفس الوقت وبنفس الدقه. لكن التطور في تقنيات العلم الحديث ومع ابحاث علماء زي الدكتور ثروت، حلم التنبؤ بسرعه ومكان الالكترون بقى اقرب من اي وقت فات. بس يا ترى ايه الطفره اللي حصلت ما بين ميكروسكوب دكتور زويل وميكروسكوب دكتور محمد ثروت؟ الفرق حقيقي هنا بيكون في التكنولوجيا المستخدمه والهدف من كل ميكروسكوب فيهم. رغم ان الاثنين بيعتمدوا على تقنيات متقدمه جدا، الا ان ميكروسكوب دكتور زويل اللي طوره في اواخر التسعينات بيعتمد على تقنيه الفيمتو ثانيه. وعلشان تتخيل قد ايه الفيمتو ثانيه دي صغيره، فتقدر تقول ان الفيمتو ثانيه بالنسبه للثانيه زي بالظبط الثانيه بالنسبه ل 32 مليون سنه. وسرعه الميكروسكوب دي مطلوبه لان الذرات بتتحرك بسرعه رهيبه، والتفاعلات اللي بتحصل جوه المواد بتحصل في وقت قصير جدا، فالتقنيات العاديه ما تقدرش تتبعها او حتى تشوفها من اساسه. وعلشان كده ميكروسكوب دكتور زويل بيعتبر ثوره علميه، لانه قدر يصور التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل ما بين الذرات والجزيئات في وقت قصير جدا بمقياس الفيمتو ثانيه. والتكنولوجيا اللي بيستخدمها الميكروسكوب ده بتعتمد على نبضات ليزر سريعه جدا بتخليه قادر انه يتابع حركات الذرات والجزيئات اثناء التفاعلات نفسها. والهدف منه كان محاوله لفهم اعمق للتفاعلات الكيميائيه زي اللي بتحصل في التحفيز الكيميائي او داخل الخلايا الحيويه. والاختراع ده طبعا فتح الباب لمجالات كتير جدا زي تطوير الادويه وتحسين العمليات الصناعيه. اما بالنسبه للميكروسكوب الدكتور محمد ثروت، فهو برضه بيستخدم نبضات الليزر السريعه جدا، ولكن التكنولوجيا هدفها مش انها تدرس التفاعلات الكيميائيه، ولكن تركيزها الاكبر بيكون على متابعه حركه الالكترونات او التغييرات في الطاقه جوه الماده. والجهاز بيبعت مجموعه من نبضات ليزر متتابعه في فواصل زمنيه مختلفه، وكل نبضه بتسجل لحظه مختلفه من التفاعل، وفي العمليه دي بيتم تصوير كل التغيرات اللي بتحصل. والصور دي بتتسجل باستخدام اجهزه حساسه جدا زي كاميرات الميكروسكوب الالكتروني، وفي الاخر بيطلع لنا حاجه زي فيلم بيوضح ازاي الماده بتتغير مع الوقت. بعد بقى كل الكلام ده بيتم جمع الصور الناتجه عن النبضات دي، ويبداوا يحللوا البيانات بتاعتها علشان يفهموا حركه الالكترونات او التغييرات اللي بتحصل في بنيه الماده. لكن طبعا الميكروسكوب ده ما اتعملش في يوم وليله، لان التحديات الاساسيه هي تطوير الاجهزه اللي داخل المنظومه نفسها، زي مثلا جهاز الليزر اللي بيطلع النبضات الضوئيه، واكيد المرايات وموجهات الضوء الدقيقه علشان يقدروا يتحكموا في اتجاه وسرعه نبضات الليزر، وطبعا الكاميرات بقى نفسها اللي بيسجلوا بيها نتائج التفاعلات. واكيد بعد فيلم الهند الطويل ده هيبقوا محتاجين انظمه معالج بيانات قويه جدا علشان يحللوا كميه كبيره من البيانات اللي بتطلع من التصوير السريع بالكاميرات الالكترونيه. فنقدر نقول ان الميكروسكوب ده عباره عن مجموعه متكامله من الاجهزه فائقه التطور علشان تحقق النتائج المطلوبه. بس يا ترى الجهاز ده بقى هيكون ايه دوره وتطبيقاته في المجالات المختلفه؟ وهل هيكون السبب في تغيير جذري في حياه البشريه؟ احب اطمنك ان الاختراع ده فعلا ممكن يعمل نقله نوعيه في حياه البشر في خلال كام سنه، لانه بالتاكيد هيساعدنا ان نوصل لاكتشافات جديده في مجالات كتير زي الفيزياء والكيمياء وكمان الطب والتكنولوجيا ومجالات تانية كتير. فاكيد هنلاقي للاتوم ميكروسكوب اسهام كبير في الطب الحديث، وخصوصا في مجال العلاج الجيني، لانه قادر على تصوير الخلايا الحيه والانسجه بدقه عاليه جدا، فهتخلي العلماء قادرين يدرسوا التفاعلات اللي بتحصل في الخلايا والجزيئات بشكل لحظي، وده هيسهل فهم الامراض الوراثيه وعلاجها، وبالتالي هيساعد في تسريع اكتشاف علاجات لامراض زي السرطان والامراض العصبيه، واكيد هيحسن دقه تشخيص الامراض. ومش بس كده، ده كمان هيساعد انهم يطوروا ادويه تكون فعاله اكتر ومخصصه لكل مريض حسب جيناته. يعني ممكن نوصل لمرحله ان كل واحد مننا ياخد العلاج المناسب لجسمه اللي هيضمن له اسرع وافضل علاج وباقل اعراض جانبيه. والادويه بقى اللي كانت بتحتاج سنين علشان تطلع للنور، مع استخدام التقنيه الجديده ممكن مده التطوير تقل شهور او حتى اسابيع. ومع العظمه دي اكيد هيكون متاح بعد كده انهم يحللوا تاثير الادويه على الخلايا قبل ما نجربها على البشر. وفوق كل ده هيسهل بشكل كبير كمان دراسه التطور البيولوجي والجزيئي للكائنات الحيه، وتطوير تقنيات حيويه جديده زي زراعه الاعضاء والانسجه. والتطوير مش بس هيقف على الطب، لكن اكيد هيطور مجالات تانية كتير
زي الزراعه، واللي ممكن التطوير اللي هيحصل فيها يساهم بشكل كبير في تحسين المحاصيل الزراعيه من خلال تحديث السمات الجينيه اللي بتعزز مناعه النباتات واللي كمان بتزود انتاجيتها. وده طبعا هيعود بالنفع على الامن الغذائي للعالم كله. وطبعا التكنولوجيا دي هتساهم برضه في تطوير تكنولوجيا النانو، علشان الاتوم مايكروسكوب بيلعب دور اساسي في دراسه المواد النانونيه، وبيساعد في فهم ازاي الذرات والجزيئات بتتفاعل على المستوى الصغير جدا ده. وده هيكون السبب في تطوير مواد جديده وبخصائص محسنه زي المواد الموصله للكهرباء. واكيد هتسرع تطوير المواد الذكيه اللي بنستخدمها حاليا في صناعات كتير زي صناعه السيارات والطيران والبناء. فلو اتكلمنا على تطبيقات تكنولوجيا الاتوم مايكروسكوب والتغييرات اللي هتعملها في التكنولوجيا مش هنخلص. وده اكيد هيخلينا نتوقع ظهور تكنولوجيا اسرع بكتير من الموجوده حاليا، سواء كانت موبايلز او لابتوبس او حتى اجهزه السيرفرز اللي موجوده في مراكز البيانات. فعايزك كده تتخيل معايا ان الفيلم ولا المسلسل اللي كنت بتستناه بالساعات عشان ينزل، يا دوب كليك واحده هينزل في اقل من ثانيه. واكيد الموضوع مش هيقتصر على سرعه وذكاء الاجهزه او حتى سرعه الداونلود، لكنه هيفتح مجالات جديده في كل حاجه تقريبا، من الاتصالات للابحاث العلميه ومجالات زي الحوسبه الكموميه، واللي تعتبر حلم كبير في مجال التكنولوجيا. ده غير طبعا ان السرعات الكبيره اللي هتوفرها التكنولوجيا الجديده دي هيبقى في عندك حاجات زي الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء الاي او تي هيتطوروا بشكل رهيب. وده طبعا هيعمل طفره في تطبيقات الماشين ليرنينج، وهيبقى عندنا اجهزه بتتعلم بشكل اسرع بكتير جدا من النهارده، وانظمه ذكيه قادره على معالجه البيانات في اجزاء من الثانيه. وده اكيد هيخلينا نوصل لمستوى جديد من التواصل بين الاجهزه وبعضها وبين الاجهزه طبعا والانسان. فببساطه نقدر نقول ان كل حاجه حوالينا هتبقى ذكيه وفعاله اكتر، ونقدر نقول ان حياتنا كمان هتكون اسرع واسهل واحسن. وفي النهايه التطورات العلميه اللي بنشوفها النهارده زي الاتوم مايكروسكوب بتدينا لمحه كده عن المستقبل اللي مليان اختراعات وتغييرات، وهتاثر ازاي على حياتنا بشكل كبير جدا. فالعلم والتكنولوجيا دايما بيثبتوا ان مفيش مستحيل، وكل يوم بيقربنا من اننا نفهم العالم حوالينا بشكل ادق. فيا ترى بقى انت ايه رايك؟ هل انت شايف فعلا ان اختراع زي الاتوم مايكروسكوب قادر يغير المستقبل؟ وهل ممكن نشوف تطبيقاته قريب؟ وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.